السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. عاملين ايه يا امارات؟ وحشتوني وحشتوني والله وحشتوني. هنا يا حبايبي بنعمل ايه مع بعض كده؟ بنسلق كرنب عشان هنعمل محشي. هنعمل ايه؟ هنعمل محشي. الفيديو ده معمول والله من كام يوم، من ساعة الجو الهوا والصعب والشتاء البرد اللي عدى ده. يوم ما كان فيه هوا شديد كده وسقعة جامدة. فنعمل ايه يا ام احمد؟ قلنا يا نعمل عدس يا نعمل كرنب. رحت يا حبايبي رايحة على السوق جنبي، جايبة حتة كرنبة صبحة، وقلت أعمل معاكم محشي. كملوا معايا الفيديو، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. بشكر حبايبي اللي دخلولي على القناة، بشكركم يا حبايبي كلكم. كنت في السوق بقى وفاض معايا 5 جنيه، أجي فاضية جبت بيها الكوسة دي يا حبايبي. كوسة كبيرة محترمة كده، بصوا تشبع كده، ما شاء الله عليها. بس والله كانت سكر. الكيلو من دي يا حبايبي ب5 جنيه، كبيرة أنا عارفة، بس ما شاء الله كانت زي العسل وصبحة ومش وحشة يعني. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وفي احسن حال. الجو البرد مش عاوز الا المحشي يا العدس، وربنا يديمها علينا نعمة يا رب. ربنا يديمها علينا نعمة يا حبايبي كده واحفظها من الزوال. هنا زي ما انتوا شايفين كده بقور معاكم الكوسة. لايكاتكم الحلوة بقى وتعليقاتكم الجميلة. فينك يا رحبة وفين تعليقاتك الحلوة؟ يا رب تكوني بخير. عاملة ايه يا رهف انت وفايزة؟ قلنا بقى نعمل كل الكوسة دوت مع الكرنباية، تبقى أكلة دافية كده وتدفي برد الشتاء اللي احنا فيه. وتغيير بقى في الأكل، وهنعمل إيه؟ كل يوم عاوز دوشة، كل يوم دوشة. ربنا يرحمنا برحمته يا رب. شايفين بقولكوا الكوسة جميلة زي العسل. هنا الصلصة معايا يا حبايبي. قطعت البصل، طبعا انتوا عارفين كلكوا شطار وعارفين صلصة المحشي يعني، وتجهيزات المحشي. هنا نزلت بالرز وشوحته كده معاكم في الحلة. والكوسة بقولكوا ما شاء الله عليها يعني محترمة. والخضرة هيت خرطتها. والله الرز يعني تحفة روعة كده. بس مش عارفة ليه الكاميرا بتاعت التليفون مالها كده بقالها فيديوهين مش جايبة الصورة حلوة. ما شاء الله الرز ده تحفة، لونه روعة والله العظيم، مش عارفة ليه مظلوم كده. يلا هيتاكل. والله بس كانوا شوية محشي أرديحي، بس كانوا سكر سكر كده. أنا جهزته وهلف معاكم بقى. يا رب يعجبكم وينور رضاكم ويكون عند حسن ظنكم. أتمنى كده الكومنت حلو منكم، أتمنى لايك حلو منكم. ويا رب ديمكم نعمة في حياتي كده، واشوفكم في احسن الاحوال يا رب. ويا رب ديم كده علينا المحبة والستر وراحة البال. واهم حاجة الستر يا حبايبي، والله ولا غنى ولا فقر ولا فلوس ولا بصوا، الستر وراحة البال. والله العظيم انا ما طالبة الا الستر وراحة البال. ويحفظ لنا عيالنا ويهديهم وينور بصيرتهم ويجعلهم من نجحانين الفرحانين، قولوا امين. يا رب ما توجع قلب واحدة على والدها يا رب، ويهديهم. يا رب يهديهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهديهم يا رب واسترهم يا رب.
بشكر الست ام هاني، وحشتيني يا زهرة العمر، وحشتيني. فين تعليقك الجميل يا ست ام يوسف؟ بتنوريني وتكتريني يا ست ام هاني. بلف معاكم زي ما انتوا شايفين كده. انا والله يا حبايبي شغلي ورا الكاميرا اسرع من كده بكتير، اسرع بكتير جدا، يعني ما شاء الله، يعني ما شاء الله، مش شكر يعني، بس دي حقيقة. فزي ما تقولوا قدام الكاميرا بيبقى فيه لخمة شوية يعني. يعني ايدي خفيفة جدا يا حبايبي في المحشي والله، وفي اي شغل عامة، ما شاء الله يعني، ما شاء الله، الله اكبر. احط دماغي في الشغل يعني بدوس، ما بيهمنيش، ما شاء الله يعني. بقول لكم اللي شايفين الكوسة تربي كده العيل، ما شاء الله. تشبع كده مشبعة. هنعمل ايه؟ الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله يا رب العالمين علينا. والله الحمد لله، رضا، رضا وفضل وعدل كده من عنده. كده لفينا المحشي. عملت بقى انا ايه بقى يا ست ام احمد؟ انا عملت لكم شويه شوربه بيتي كده محترم. عباره عن ايه يا ست ام احمد؟ طماطميه مبشوره، بصلايه مبشوره، ورقه اللورة، مكعبين مرقه، وبقت شوربه وشويه زيت. وكان عندي فتفوتة سمنه كده حطيتها. ماشي يا حبايب قلبي. وبقت شوربه، وبقوا شويه محشي لهم العجب، ينضرب بيهم المثل. ما شاء الله، ما شاء الله. اهم حاجه الرضا يا حبايبي. والله طالما انت راضي عن حياتك وعن عيشتك، كل حاجة بتعدي، وكل حاجة بتبقى حلوة. وبصوا، ربنا يرضى علينا جميعا يا رب العالمين. شايفين ايه ده؟ ايه ده؟ يا سلام يا سلام، ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده يا ست ام احمد؟ شايفين؟ ايه رأيكم بقى؟ ما كانش شوربة مش هنعمل محشي؟ لا، هنعمل احلى محشي. شغل العفاريت دي يا ام احمد، ده انت لسه حاطه الشوربه، هتقلبي المحشي؟ اه يا حبايبي، استوى بقى عسل. شايفين الكوسه نازله تتفطط كده من الحل اهو. يا رب ينور رضاك ويكون عند حسن ظنكم. حبة مخلل بقى، واديها بقى، اديها ما ترحمهاش. كوباية شاي كده محترمة، ورضا والحمد لله. شايفين الكوسة؟ شايفين؟ بقول لكم الرز احمر من جوه ازاي، ما شاء الله عليه. صحة وانا على قلبكم يا حبايبي.